عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا عمرو الشيخ، والنهارده اخيرا هكلمكم على كنترولر بلاي ستيشن 5 الجديد الدول سنس ايدج كنترولر. الكنترولر فيه فيتشرز كتير انا متحمس اكلمكم عليها، زي زراير التريجرز اللي تقدر تظبط مدى حركتها، والزراير اللي ورا اللي تقدر تغير استخدامها براحتك، والسامبل 6 اللي تقدر تبدل الكابس بتاعتها. ده غير فيتشرز كتير تحفه في السوفت وير هقول لكم عليها النهارده. الكنترولر ده اول هاي بيرفورمانس كنترولر تقدمه لنا شركه بلاي ستيشن، وما خدتش وقت كتير عشان اقول ان ده افضل كنترولر بالنسبه لي. يلا بينا نخش في التفاصيل. خليني اقول لك الاول ان كل حاجه بتيجي بشكل مرتب ومنظم جدا جوه الكيس دي، فهتديك انطباع انك بتفتح حاجه مميزه وفخمه جدا. هتلاقي طبعا لوجو بلاي ستيشن على الكيس من فوق والشعار من تحت وكمان على السوست. لما تفتح الكيس هتلاقي الكنترولر الجديد زي ما انت شايف، ومعاه الاكسسوارز بتاعته زي طقمين كابس زياده، ودول للسامب ستيكس. طقم منهم ليه قبه عاليه والتاني ملوش قبه، وهما الاتنين قصيرين شويه عن الطول الطبيعي. وطبعا في اتنين بالطول الستاندر المعتاد، ودول اللي بيجوا شابكين في الكنترولر اصلا. هتلاقي كمان في الكيس طقمين زراير اللي ورا الباك بوتونز، واحد منهم على شكل نص دايره او قبه، والتاني الدراع او الليفر. شويه وهجربهم معاكم. في كمان كيبل يو اس بي ملفوف طوله 3 متر تقريبا. اول طرف فيه يو اس بي سي بيتوصل بالكنترولر، والطرف الثاني بيبقى يو اس بي سي. في برضه توصيله تتحط في اليو اس بي لما توصله بالكنترولر، ودي بتعمل لوك للكيبل عشان ما يتفكش. ده غير انك تقدر تشحن الكنترولر وهو في الكيس نفسها. هتحتاج بس تشيل البطانه الصغيره اللي ورا دي وتعدي الكيبل يو اس بي سي منها، وبعد كده الكنترولر بتاعك هيبقى بيتشحن. وكده ابقى قلت لك بسرعه ايه الاكسسوارز اللي بتيجي مع الدول سنس ايدج كنترول، وانا شايف انها مجموعه كويسه جدا من الاكسسوارز مميزه جدا، هتسمح لك تبدل او تعدل في حاجات كتير في التصميم لحد ما توصل لاكتر شكل يريحك للكنترولر. انطباعي الاول عن التصميم وشكل الكنترولر بصفه عامه هو انه جميل ومريح جدا. طبعا هتحسه شبه الكنترولر اللي شفناها قبل كده من البلاي ستيشن 5، بس هو اتقل شويه منهم، مش بكتير قوي بس اتقل. هو لونه ابيض وفيه اجزاء سودا، الزراير كلها سودا وعامله كونتراست جميل مع اللون ابيض. التاتش باد اللي فوق لونه اسود، ولو دققت شويه وانت بتبص هتشوف الايكونز بتاعت البلاي ستيشن كتير صغيره عليها، شكلها حلو قوي. حاجه كمان ممكن انت تكون اخدت بالك منها بالفعل، وهي ان الجزء اللي تحت بيلمع شويه مش مط، فانا افتكر ان الجزء ده هيبصم معاك ويتخربش كتير، مع ان عجبني الشكل جدا. وتحتها هتلاقي الفانكشن او الاف ان كيز، الاتنين دول ودول بتحدد منهم استخدامات الزراير، وكمان بتحدد البروفايل بتاعت اللي هيستخدمه الكنترولر. هتكلم اكتر عن الموضوع ده بعدين، بس الاختلاف الكبير هتشوفه في ظهر الكنترولر. يعني مثلا هتلاقي ظهر الكنترولر معمول من ماده شبه الكاوتش بتقاوم الانزلاق اكتر، وده معناه ان ايدك مش هتتزحلق من على الكنترولر، وهتقدر تحكم ايدك عليه كويس حتى لو ايدك عرقت شويه وانت بتلعب. ده غير ان الكنترولر اريح كتير في مسكته، وهتلاقي برضو على المقبض ايقونات بي اس صغيره كتير. وفي بقى اتنين فيتشرز في الكنترولر من ورا مهمين جدا. الاولى هي فتحتين اللي ورا للزرارين ال بي والار بي، والتاني هنا تقدر تختار عمق ضغط زراير تريجر من 3 مستويات. تعديل حركه التريجرز بالنسبه لي دي واحده من اكبر المميزات اللي تخليك تشتري البرو كنترولر زي ده، وهي انك تقدر تغير المسافه اللي بتحركها زرار التريجر لما تضغط عليه، ودي حاجه هتغير لك طريقه لعبك في الجيمز كتير. الناس ما تقلقش، استخدام التريجرز هو نفسه زي ما انت متعود، بس الجديد انك تقدر تعدل المسافه اللي بتحركوها. وطبعا كمان هتلاقي عليها بلاي ستيشن ايكون صغيره، وهتلاقي كمان مسكهم اريح وافضل بكتير. لما تجرب لعبه زي كول اوف ديوتي وورزون 2 هتحس قد ايه المسافه اللي بتحركها التريجر بتعمل فرق. يعني لما تخلي حركه التريجر قصيره هتكون استجابه اسرع بكتير وانت بتضرب نار او انت لسه بتنشن، وده طبعا اللي بيفصل بين انك تخسر او تكسب اللعبه. خليني اوريك بتغيرها ازاي. لما تلف الكنترولر وتحركه التريجر ستوبس اللي ورا هتعدل المسافه اللي بتحركها التريجر، وطبعا لما المسافه دي بتقل هتلاقي معدل ضرب النار مثلا في اللعبه اسرع كتير. يعني هتبقى اسرع كتير من ان انت لو بتضغط على ماوس مثلا، لانك هنا بتحرك الزرار تلت المسافه بس تقريبا، وتحس اكتر بالفرق لما تيجي تضغط كذا مره ورا بعض. هتحس انك بتدوس كذا ضغطه في ثانيه واحده. ده غير طبعا ان في 3 مسافات مختلفه لحركه التريجرز تقدر تختار منهم، يعني هتقدر تظبط الزراير بالشكل اللي يناسبك ويعمل البالانس اللي يريحك على حسب اللعبه اللي بتلعبها، فتحس انك معاك اكتر من كنترول واحد
لحظي انستنت، والتاني متغير او ادابتيف. تقدر كمان ترجع التريجر للعادي عشان لاعب زي جراند تريزمو 7 وتستفيد من حركه التريجر في المسافه كلها. طبعا الادابتيف تريجرز دي بيلت ان، فتقدر تعدل الزراير وقت ما تحب، بس لما تحرك الزرار ده لتحت هتمنع الفيتشر دي تلقائيا، وده طبيعي لانك مش هتحس بيها اصلا. الزراير الخلفيه ممكن تعدل استخدامها. هنتكلم دلوقتي عن الزراير اللي ورا واللي تقدر تعدل استخدامها بالشكل اللي هوريهولك دلوقتي. من ورا هنا هتلاقي فتحتين مكتوب عليهم LB و RB، ودول مكانين لزرارين بزياده بيجوا مع الكنترول. هتلاقي تأمين زراير، واحد على شكل نص دايره والتاني على شكل دراع او ليفر، والاتنين خامتهم معدن وملمسهم كويس. كل اللي انت محتاج تعمله عشان تشبكهم انك تزقهم في الفتحتين بتوعهم على حسب انهي يمين وانهي شمال، وبس كده بقى عندك زرارين جداد زياده. لما كنت بلعب كول اوف ديوتي وور زون 2 قلت بدل ما اشيل صباعي من على السب ستيك عشان ادوس على الجامب استخدم واحد من البوتومز دي كزرار اكس، فعرفت ان انا اعمر السلاح واجري وانا بنط، والموضوع فرق جدا وانا بلعب اونلاين. والزرارين اللي بتركبوا ورا دول هتقدر تستخدمهم لاي فانكشن تعوز تضغطها بطرف صوابعك، زي مثلا ان انت تعمر او تعمل ريلودنج، او حتى في العاب زي جراند تريزمو هتقدر تخلي واحد منهم مثلا الهاند بريك، وفي نفس الموضوع في اي لعبه زي لاست اوف اس او جاد اوف وور. زي ما قلت قبل كده الزراير اللي ورا دول لهم طقمين كل واحد بشكل مختلف. جربت الاثنين وشخصيا عجبني شكل الليفر اكتر، حسيت استخدامه كان اريح وطبيعي اكتر. شكل الدوم تحسه امن انك مش هتضغطه بالغلط، فممكن حد يفضله اكتر عن الليفر او اللسان. بالنسبه لمكان الزراير في الكنترولر فحقيقي المكان مريح ومناسب جدا لمسكه الكنترولر، وتقدر تختار استخدام كل زرار منهم بسهوله جدا من السيتنجز على الشاشه. السيتنجز والبروفايلز، قبل اي حاجه لازم الاول تعمل بروفايل والسيف عشان تعرف تعدل في استخدام الزراير. عشان تجهز الكنترولر اول مره الاول هتوصلها بالشين 5 باليو اس بي كيبل اللي بيجي معاه. اول ما توصله هيظهر لك ستارت جايد، ده دليل صغير يشرح لك اعدادات الكنترولر والفيتشرز بتاعته. تقدر تبتدي من الشاشه دي او تقدر ترجع لها بعدين. هتلاقي زرارين صغيرين طالعين من الكنترولر دول اسمهم فانكشن، وده اختصار فانكشن بوتونز. لما تضغط على الزراير دي مع زرار تاني هتشغل استخدامات كتيره للفانكشن دول، فلو فضلت تضغط عليهم هيطلع لك الاربع ايكونز، تقدر تختار واحده منهم لكل واحد من الاربع بروفايلز. تقدر تتحكم في الصوت من زراير فوق وتحت وزراير يمين وشمال، فتقدر تتحكم في التوازن بصوت اللعبه او الشات. لو ضغطت ضغطه طويله على الفانكشن كي وزرار الاوبشن مع بعض هيظهر لك الكاستم بروفايل سكرين، ودي اللي تقدر منها تعمل 3 بروفايلات وتظبطهم بالشكل اللي انت عايزه وتعمل سيف على الكنترولر بعدها. انا مثلا 3 بروفايلات دول واحد بعمله لورزول، والتاني لمودرن وورفير، والتالت لجود اوف وور او لفيفا مثلا. احلى حاجه ان انت تقدر تختار الاسم اللي انت عايزه لكل بروفايل من الثلاثه. مجرد ما بتعمل بروفايل هتقدر تختار وظيفه كل زرار وحساسيه الستيك بتاعتك وانت بتحركها، والديد زون فايبريشن وحساسيه التريجر. بعد ما تظبط السيتنجز دي براحتك وتسيف في البروفايل اللي انت عملته. الزراير اللي ورا تقدر تختار مكان كل زرار منهم زي ما انت عايز، حتى زراير الاتجاهات والتريجرز اللي فوق. انا بستخدم زرار اكس والدايره لكول اوف ديوتي وورزون 2. مش بس كده، انت كان ممكن تبدل بين استخدامات الزراير الاصليه عادي، يعني تقدر تبدل مثلا من زراير ار1 وار2، وتقدر حتى توقف زراير وما تشغلهاش خالص. انا شايف ان دي فعلا فيتشر هايله انك تبدل استخدامات الزراير او تقفلها خالص. هتقدر تظبط استخدامات الزراير زي ما تحب ما عدا التاتش باد. بالنسبه لزراير الاوبشنز والكرييت فدول هتقدر توقفهم خالص بس ما تقدرش تغير استخدامهم. اول ما تظبط الثلاث بروفايلات وتعمل لهم سيف تقدر تختار لكل واحد منهم زرار من الايكون بوتنز ما عدا المثلث، عشان لما بتضغط على المثلث مع الفانكشن كي هترجع للديفولت بروفايل من غير الكستمايزيشن والتعديلات اللي انت عملتها. لما بتحدد ايكون بوتن لكل بروفايل بتقدر تبدل البروفايلز بسهوله جدا. بتضغط على زرار البروفايل اللي انت عايزه مع الفانكشن كي وبس كده انت غيرت البروفايل تاني في كل المابنج اللي انت كنت عملتها. طبعا زي ما قلت انت اقصى حاجه تقدر تعملها 3 بروفايل على الكنترول، بس انت ممكن تعمل لغايه 30 بروفايل على بلاي ستيشن 5 نفسه لليوزر الواحد وتبدل بينهم على الكنترولر. هتلاقيهم في الاسايند بروفايلز. السامب ستيكس دي شكلها عادي، هتفتكرهم فعلا عاديه، بس الخبر حلو انك تقدر تكستمايز وتعدل كل حاجه فيها زي ما انت عاوز. اولا الستيك كابس اللي هو الجزء اللي شبه الغطاء او العصايه تقدر تبدل بينهم. البوكس بيجي فيه 3 اطقم للكابس دي. اول واحد اللي هو الشكل الستاندر العادي اللي احنا متعودين عليه، وشكلين القبه او الدوم، واحد عالي وواحد واطي شويه. لما تحب تبدلهم هتشد الكابل بره عشان تفكها، وبعدين تجيب الكاب الثانيه تضغطها على السامب ستيك لحد ما تسمع صوت كليك. عن نفسي بحب استخدم الكاب
الاعلى شويه في اليمين والكاب الاقصر شويه للستيك الشمال. واجمل حاجه انك تقدر تبدل وتوفق بين الكابس زي ما تحب. تقدر تتحكم في السنسيتيفيتي بتاعت الستيكس من السيتنجز، هتقدر براحتك تغير الكيرف سنسيتيفيتي والديد زون كمان تعمل له ادجستمنت. كل ده لما تضغط على الفانكشن كي وبعدها تختار البروفايل اللي عايز تعدل فيه. وانت لسه بتعدل تقدر تحرك الستيكس عشان تحس وتقيم التغيير اللي بتعمله، ولو مثلا عاوز تزود او تقلل احساسيه فيبقى عندك فيدباك لحظي وانت شغال. في كمان ديفولت بروفايلز بسيتنجز متنوعه كتير ممكن تختار منها لو عاوز، وممكن تختار واحد منهم وتعدل فيه وتحط له الستايل بتاعك. كمان تقدر تعدل الديد زون بتاعه التريجر، قلناها كذا مره في الفيديو بس انا فضلت افهمها لكم في الاخر. ولما تعرفش ايه الديد زون دي، هي الجزء اللي لو ضغطت فيه على التريجر فمش هتلاقي فيه استجابه. فالكنترولر هنا بيديك قدره انك تتحكم في الديد زون دي، وبالتالي تتحكم في الجزء اللي يقدر يستقبل الانبوت او الضغط بتاعك على التريجر. ده غير انك ممكن تتحكم في قوه الفايبريشن للكنترولر او التريجر. عشان ترجع لمنطقه السيتنجز يا اما تضغط زرارين الفانكشن والاوبشنز سواء، او تفتح سيتنجز بلايستيشن 5 ومن اكسسوارز تختار دول سنس ايدج كنترولر من القائمه اللي على الجنب. في فيتشر ثانيه جديده حلوه جدا، هي انك تقدر تغير الستيك مودلز بمجرد ما تضغط على زرار الريليز الصغير هنا على ظهر الكنترول. هتلاقي الجزء اللي بيلمع ده طلع وظهر لك تحتيه الاثنين مودلز بتوع الستيكس. بعدها هترفع الدراع ده من ناحيتين وتطلع الموديل كله على بعضه، ولما تيجي تركب موديل جديد هتدخله في مكانه وتنزل الدراع مكانه. بعدها ترجع الكفر الظهر مكانه. بس كده انت بدلت السامب ستيكس موديول. وبالمناسبه بلاي ستيشن بتبيع الموديول دي ب $20، فلو احتجت تبدله تقدر تعمل كده بنفسك في اي وقت. زي ما قلت لك في الاول البوكس بيجي يو اس بي كيبل طوله 3 متر او 2.8 متر تقريبا. الكنترولر ده هتحسه مميز وفخم جدا، وكمان بيجي معاه كونكتور بلوك، وده بيثبت الكيبل في الكنترولر عشان لو بتحب تلعب بالكنترولر وهو متوصل بدل الوايرلس. اليو اس بي سي بورت اكيد محكوم ومش هيوقع الكيبل وانت بتلعب، بس الكونكتور ده هيلوك الكيبل في الكنترولر. ممكن تحس ان دي مبالغه شويه من شركه سوني، بس لما تلعب وانت بتشحن الكنترولر وتبقى مطمن ان الكيبل مش هيفصل، حتى لو بتلعب وانت مندمج كده وسخن في اللعب قوي هتحس ان الكونكتور مهم. مع ان شركه سوني مش قايله على الويب سايت البطاريه المفروض تقعد قد ايه، بس انا لما جربته كان بيكمل من 8 ل 10 ساعات قبل ما يحتاج يتشحن تاني. طبعا الموضوع معتمد على طريقه لعبك والاوبشنز والسيتنجز اللي بتختارها، لكن المده دي مش هايله بالنسبه للكنترولر متطور كده. يعني كنت اتمنى اشوف بطاريه جديده افضل من اللي في الموديل اللي فات، تكون بتقعد مثلا 15 ل 20 ساعه. لكن لما تستخدم اليو اس بي كيبل الطويل اللي معاه هتقدر تشحن الكنترولر من اي مكان في اوضتك، او على الاقل وانت قاعد مرتاح على الكنبه. ده غير انه بيركب على الدول سنس شارجنج ستيشن الاصليه، فلو عندك وحده تقدر كمان تستخدمه عادي. فيتشر تانية مع كل فيتشر الجديدة دي هتلاقي برضو كل فيتشر اتعودنا عليها السنتين اللي فاتوا، زي الهابتك فيدباك والادابتيف تريجرز والبيلت ان مايك هيدفون والموشن كنترول في بلاي ستيشن. فبلاي ستيشن مشكوره ما خلتناش نخسر اي حاجه من الفيتشرز دي مقابل الفيتشرز الجديده. ملخص افكاري عن الكنترول، انا عاجبني ان في تطور وفرق ملحوظ عن الكنترولرز اللي كنت بستخدمها. الكنترولر تقيل شويه يحسسك انه حاجه على مستوى مميز، ده غير طبعا الفيتشرز اللي هتفرق معاك في كل الجيمز اللي بتحبها. الحاجه الوحيده اللي شايف انها كان لازم تحسن هي بطاريه، كان لازم عمر البطاريه يكون اطول من كده شويه. لكن في النهايه الكنترولر ده بقى هو المفضل عندي، خصوصا الالعاب الاسلحه او الاف بي اس. سعره $200 فهو مش رخيص، لكن فعلا هعيدها تاني. الفيتشرز الهايله اللي فيه هتغير لك اسلوب اللعب تماما. ده غير ان معاه ضمان 12 شهر. شكرا انك كملت الفيديو للاخر. لو عجبك فيديو النهارده انصحك تشوف فيديو احسن العاب بلاي ستيشن 5، هقول لك فيه اي احسن 10 لعب موجودين دلوقتي. ما تنساش تعمل اللايك المتين، ولو مش مشترك في القناه اعمل سبسكرايب وشغل النوتيفيكيشن عشان يوصلك كل جديد، وما تفوتش الفيديوز الجايه. ممكن كمان تتابعني على فيسبوك وانستجرام، هتلاقي اللينكس في الديسكربشن تحت الفيديو. اشوفكم في الفيديو الجديد، سلام.